السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير جميعا وبصحه وسلامه يا رب. رجعنا عايزين نتكلم كده في حته مهمه قوي في المبيعات، وهي موجوده كمان في الحياه كلها: التفكير الايجابي والتفكير السلبي. ازاي ان في ناس بتفكر تفكير ايجابي في كل حاجه، حتى في شغل المبيعات، وازاي الناس بتفكر تفكير سلبي. في الدكتور ابراهيم فيه الله يرحمه عمل كتاب كويس قوي، اللي هو غالبا ده التفكير الايجابي والتفكير السلبي. ازاي خصوصا الجماعه بتوع المبيعات، ازاي تقدر تفكر ايجابي في شغل المبيعات. في ناس لما بتلاقي منتج، يبقى مثلا عنده 5-6 منتجات بيشتغل عليهم، يلاقي منتج واحد ناقص، يقول لك انا مش عارف احقق، اصل المنتج الفلاني ده ناقص. يا سيدي، ما انت عندك 4 منتجات تانيين، عندك كمية منتجات تانية تقدر تغطي بيها. يقول لك اصل العميل الفلاني ما اشتراش مني. يا سيدي، ما انت عندك منطقة كبيرة، وعندك تقدر تفتح مناطق تانية جديدة، تقدر زي ما بيقولوا تكبر العملاء بتوعك اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو النمو الافقي والنمو الرأسي. تقدر تفتح عملاء جداد، تقدر نفس العميل تزود عنده المنتجات، فبالتالي تقدر تحقق الهدف بتاعك بسهولة. فاحنا كنا زمان بنقول نص الكوباية المليان ونص الكوباية الفاضي. انت ازاي بتبص للكوباية؟ هل انت بصيت للكوباية ان نصها فاضي فانت كده تفكيرك سلبي؟ هل بصيت للكوباية نصها مليان فهو تفكيرك ايجابي؟ خلاصة المبيعات يا جماعة ان انت لازم تحقق هدفك، لازم تشتغل على نفسك، ولازم تشتغل على منطقتك علشان تقدر تحقق الهدف بتاعك. ما كانش حد يتخيل ان اسبانيا تقدر تفوز بكاس العالم الدوره اللي فاتت دي باللعيبه اللي موجودين. كان مرشح ناس تانية كتير، الارجنتين كان مرشح، البرازيل كانت مرشحه، انجلترا كانت مرشحه، فرق كتيره كبيره كانت مرشحه انها تاخد كاس العالم. بس اسبانيا بالتخطيط وبالشغل وبالتدريب وبالاستمرارية على انها تقدر تفوز ماتش وبالراحة، وغالبا هي ما دخلش فيها الا هدف واحد طول كاس العالم. يعني اعتقد ان ده التخطيط، وده دايما اللي احنا بنقول عليه، ان الناس دي بتبص دايما، بتفكر بتفكير ايجابي لكل اللي بيحصل حواليها، بتفكر تفكير ايجابي في المناطق اللي هي بتلعب فيها، بتفكر تفكير ايجابي في اللعيبه اللي عندها، بيدور على احسن ما يمكن يطلعه من اللعيبه ومن المدربين ومن المسؤولين في الفريق. التفكير الايجابي والتفكير السلبي بيحول المبيعات لنجاح كبير جدا. لو تقدر انت حياتك كلها في المبيعات تفكر تفكير ايجابي وازاي تحقق اهدافك، اعتقد ان انت هتبقى مندوب مميز جدا في مجال المبيعات. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسة البيئة.